المتصدرين. مباراة تأتي في الجولة العاشرة. العين يضغط مبكرا، يبحث مبكرا، يضرب مبكرا. يا الله، سالم عبد الله، سالم عبد الله يتصدى لكرة سيكوكو في اللقطة الماضية. شوف الضربة، عودة سيكوكو بعد أن غاب في المباراة الماضية، هو الآخر بداعي الإيقاف. جمهور يحضر في هذه المباراة، كنا نتمنى الجمهور أكبر يحضر حقيقة، لكن جماهير عيناوية في المنطقة المخصصة لها تتواجد. جمهور شبابي ما زلنا بانتظار حضور أكبر بالنسبة لجماهير الشباب، كون المباراة في ملعبهم. الكرة بتتحول باتجاه عصام ضاحي، ضغط عيناوي، خطفها رادوي، سقوط رادوي، ركلة جزاء. الزعيم يبدأ مبكرا، عمار الجنيبي طبيب الأسنان يبدأ هذه المباراة بصافرة مهمة تشعل المدرجات العيناوية. قمة مشتعلة من بدايتها في شوط المباراة الأول. انظر إلى الكرة الماضية، رادوي يضغط، العين يضغط، عصام ضاحي والاشتراك، سقوط رادوي في اللقطة الماضية. شايف هنا اللقطة، هنا الاشتراك، هنا سقوط رادوي من هذا المكان. حقيقة لا هنا في شد، لكن بعد ذلك رادوي حاول، رادوي يسقط، الحكم يحتسب ركلة جزاء وشاهدها من هذا المكان. من هذا المكان اللقطة ما فيها شيء، ركلة جزاء وقرار لم يكن سليما من قبل عمار الجنيبي في اللقطة الماضية. نجح رادوي في الحصول على ركلة جزاء. كوزمن يطالب بكرت في هذه اللقطة وفي هذا التوقيت في بداية مبكرة للشوط المباراة الأول. لكن قبل الكرة العين بدأ وأنه يريد أن يضغط من البداية، وحاول من البداية. نشاهد 5 دقائق أولى في البداية، هل يتقدم من خلالها فريق العين؟ عمار الجنيبي يحتسب ركلة جزاء تثير غضب لاعبي الشباب، وهناك استوديو تحليلي مفصل خاص بالتحكيم. الآن انذار على عصام ضاحي. سيكوكو الموسيقار، قد يبدأ الموسيقى اليوم، يتقدم الآن بيلعب للكرة. الله، الموسيقار يواصل الإعصار، يواصل الإعصار. العين مبكرا يبدأ قمة الصدارة عن طريق الموسيقار، لتبدأ الموسيقى العينوية بالأهازيج البنفسجية. رادوي يسقط في منطقة الجزاء، قرار ليس صحيحا لعمار الجنيبي، لكن التنفيذ كان صحيحا من اللاعب سيكوكو. الكرة في شباك الشباب، في شباك سالم عبد الله. كرة سيكوكو المتحركة تصدى لها سالم، لكن الثابتة في مرمى سالم. وحتى العين، حتى الآن العين يتقدم بأول الأهداف مبكرا عن طريق اللاعب سيكوكو، التي تناسب مسألة الغيابات والإصابات في أغلب المباريات، واللي بصماتها أصبحت واضحة على فريق العين في هذا الموسم. الآن يمرر الكرة بتعدي تصويبه. الله، ضاعت يا محمد ناصر، كاد أن يجرحهم من كان يجرح معهم. هذا هو محمد ناصر. شوف الكرة من سيكوكو، مرت هفوة من عصام ضاحي. محمد ناصر كرة فوق العارضة، كم ممكن الآن العين 2 الشباب لا شيء، لكن ضاعت وتحولت إلى ضربة مرمى. أخطر الفرص في شوط المباراة الثاني، بل أول الفرص في هذا الشوط. هنا ردة الفعل، هنا هذه الجماهير التي انتظرت كثيرا، انتظرت طويلا، التي صبرت في المواسم الماضية. ماذا يقول عمار؟ هل هو خطأ أم ركلة جزاء؟ سنشاهد القرار. صافرة يقوم على إثرها جمهور الشباب وجهازهم الإداري والفني. هنا الإعادة، هنا فوزي فايز، هنا هذه اللقطة الماضية وسقوط سيزار. إذا صافرة بركلة جزاء، لقطة أيضا صعبة في هذه المباراة. لن أكرر فعلا يا عمار، وسأترك الكرة وسأترك الحالة لفريق التحليل التحكيمي. سيزار ضايع على أرضية الملعب. جمهور الشباب سعيد بقرار حكم المباراة. سيزار يسقط على منطقة الجزاء. شوف اللقطة الماضية وشوف هنا فوزي فايز مع سيزار، حاول إبعاد الكرة. لم نشاهد التحام قدم اللاعب فوزي فايز، لكن ربما من زوايا أخرى تأتي كرات.
على العموم نترك الكرة والتحليل للفريق التحليلي في أبو ظبي الرياضية. الآن سيزار من نفس نقطة الجزاء، هل يعود؟ الآن سيزار يحاول، بدأها الموسيقار وعاد بهم سيزار من نفس نقطة الجزاء، يعودون مرة أخرى إلى اللقاء. الجوارح يرفضون الخسارة ويعودون في شوط المباراة الثاني بدون فرص. من أول الفرص يسجلون من ركلة جزاء قبل مرور الساعة. سيزار يعدل النتيجة، الشباب يتعادل مع العين. فرحة البيضة، فرحة المشجعين، فرحة الجوارح، تعود المباراة من جديد. هنا سيزار، هنا ركلة الجزاء، تصبح النتيجة 1-1. تعادل في قمة الجولة العاشرة، تعادل في قمة الدور الأول. الشباب يعود بعد أن تقدم الزعيم أولا. بوناميغو يصرخ، بوناميغو يفرح. اللقطة واضحة ما بين جمعة راشد وهبيطة بحماس كبير جدا، بإصرار على العودة مرة أخرى في المباراة الصعبة